الو الو الو. الو. ايوه. الو. ايوه. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن اعمل مداخله؟ اتفضلي. نتعرف باسم حضرتك؟ بالنسبه للنوبه كانت فعلا مملكه، وكانت اسمها مملكه كوش زمان. كانت مملكه مستقله بذاتها عن السودان وعن مصر. نتعرف باسم حضرتك بس الاول. انا احسان خليل، هي الكاتبه تعرفني كويس. اهلا وسهلا. الو. ايوه سامعينك. الو. ايوه انا معاكي. طب انتي عايزه تقولي ايه عن النوبه؟ انا الحقيقه مش سامعاكي كويس. عايزه تقولي ايه عن النوبه؟ ما انا بقول لحضرتك النوبه كانت فعلا مملكه مستقله بذاتها، كانت اسمها مملكه كوش. ايوه. كانت مستقله عن مصر وعن السودان. انتي نوبيه اصلا؟ الو. انت نوبيه اصلا؟ ايوه. طيب انتي بتروحي النوبه، يعني بتروحي النوبه كتير؟ الو. عشتي في النوبه قد ايه؟ ايه؟ عشتي في النوبه قد ايه؟ انا مش سامعاكي كويس. عشتي في النوبه قد ايه؟ مش عارفه اسمع. ممكن تعلي صوتك شويه؟ عشتي في النوبه قد ايه؟ لا، انا ما عشتش في النوبه، بس انا كنت بروحها، يعني عشت فتره بسيطه جدا. بس انا كنت بروحها. وطبعا هقول لحضرتك على حاجه، هو النوبي مطرح ما بيروح بتبقى عاداته معاه. ايه اكتر حاجه بتحبيها في النوبه؟ والله فعلا زي ما بقولك كده، بتبقى فعلا عاداته معاه ما بيستغناش عنها. عشان كده النوبيين في اي مجتمع بيبقوا متميزين جدا. ايه اكتر حاجه بتحبيها في النوبه؟ ايوه. اكتر حاجه بتحبيها في النوبه ايه؟ هقول لك على حاجه. الانسان النوبي زيه زي اي انسان عادي، يعني ليه مميزاته وليه عيوبه. هو الميزه اللي في النوبيين الترابط الشديد بينهم وبين بعضهم. بس ممكن يكون العيب اللي في النوبيين فعلا كلامهم كتير. طب احنا بمناسبه ان احنا كنا بنتكلم عن الاكل قبل ما حضرتك تدخلي في التليفون، ايه هو الاكل اللي بتحبيه نوبي؟ لا، هو الاكل النوبي الاكل العادي، باستثناء يعني اكلات معينه كده زي اي بلد في مصر. يعني ليهم اكلات بيتميزوا بيها، مثلا زي بتوع السواحل المشهورين بالسمك والحاجات دي. برضه النوبيين بنفس الطريقه ليهم الاكلات الخاصه بيهم اللي هي بتبقى نابعه من البيئه نفسها. يعني حضرتك مش بتحبي اكله معينه؟ لا عادي، يعني مش حاجه معينه، بس هي في اكلات عندهم بتبقى هم مشهورين بيها. النوبيين مشهورين بيها زيهم زي اي بلد، اي محافظه في مصر. طب حضرتك تحبي تقولي حاجه لهبه؟ لا، بقول لها يعني ربنا يوفقها ان شاء الله، والكتاب رائع. ان شاء الله. متشكرين جدا. شكرا لك. السلام عليكم. وعليكم السلام. نكمل بقى هبه الاكل عشان ضحى وعشاني. على فكره هي ما رضتش تقول اسامي الاكلات عشان محدش يتريق عليها، وزنقتوني انتوا دلوقتي. اصل هي اساميها عجيبه شويه. في حاجه زي البانكيك اسمها قابض. دي بتبقى زي ما تقولي كده حاجه معجنات، بس بتتعمل على صاج وبتبقى رقيقه شويه وبتبقى شبه العيش، بس هي مش عيش. في الابتر، ده ملوخيه معموله بورقها. هي بتبقى موجوده على فكره في بلاد تانية. انا نفسي ادوقها. الملوخيه معموله بورقها؟ ورقها يعني بتبقى كامله. الورقه كامله، بس هي زي ما تقولي بتبقى اخف لان هي مسلوقه، ما فيهاش تقليه بقى والكلام ده. الويكا دي باميه يعني الويكا دي، ايوه احنا حتى زمان بيقولوا عليا ويكا. وكانت معروفه اصلا هي الباميه فعلا اسمها. لا بس طريقه معينه للباميه غير الباميه الخضراء. بتبقى باميه مجففه ومتقطعه يعني حتت زي شرائح كده، وبتتعمل برضه بتبقى شبه مسلوقه. عارفه تحسي الاكل خفيف كده. بس بقى لما يجوا يدخلوا في حاجه جامده يعني عندهم الفته النوبي شكلها ايه؟ لا بتبقى عاديه، بس بتبقى معموله مثلا ساعات زي ما هي قالت بحاجه ليها علاقه بالعيش الشمسي. في ناس بيعملوها مش بالعيش العادي. ايه العيش الشمسي ده؟ العيش الشمسي زي الحاجات اللي بتبقى معموله مثلا في الصعيد والكلام ده، يعني بيبقى عيش معمول اللي هو الكبير ده بيبقى عيش عجيب شويه. اصل احنا متعودين، انت عارفه يعني هبه العيش ما بنشوفوش بالعدسه يعني. انا عندي خالتي لحد دلوقتي رغم ان هي مش ساكنه في البلد، بس متعوده تعمل عيش بنفسها. جميل والله. مش عارفه في حاجه تانية بقى كانت بتتفرض عليا في العيد، ان انا كل حاجه اسمها المديد. دي زي عصيده بتتعمل بشكل معين بالدقيق وكده، ودي طبعا انا ما بطيقهاش، بتبقى كلها كل سنه غصب عني يعني.
فيا رب ما يدوهاليش تاني بقى. طيب قالتها على الهوا يا جماعه. طيب احنا هناخد فاصل ونرجع نكمل معاكي هبه عن الكتاب. رقم تليفوننا 279 50 70 6 والفان بيج بتاعتنا 67 دقيقه بالعربي على الفيسبوك. الحب